في رمضان كلنا بنحاول نعمل أعمال صالحة، نحاول نزود في رصيد الحسنات بتاعنا ونتقل كفة الميزان. كلنا بنركز على الميزان، وانت كمان جواكي ميزان، لو بس تظبطيه هتعرفي تتقدمي أكتر في حياتك وتبعدي عن مشتتات كتير قوي ليكي في الدنيا، وتحسني من نفسيتك وتكوني أكتر إنتاجية ونفع ليكي ولغيرك. الميزان ليه كفتين قصاد بعض، واحد لنقط القوة اللي فيكي والتاني لنقط الضعف اللي فيكي. واعتقد هتكوني سمعتي كتير قوي عن ناس بتكلمك عن نقطة ضعف، انك ازاي تقويها وازاي تمسحيها وازاي تتغلبي عليها. من النهارده انا هبقى قوية والكل هيعمل لي حساب. ولكن انا جاية اقولك انك محتاجة تظبطي ميزانك النفسي بانك تستشعري نقط القوة اللي عندك وتعليها وتظهريها وتحبيها، وكمان تستشعري نقط الضعف اللي عندك وتحبيها وتقبلي وجودها فيكي، عشان بعد كده اما تتقبليها وتتعايشي معاها علشان هي جزء منك، أو إنِّك تشتغلي عليها برحمة ورفق بيكِ أنتِ شخصيًا، وتبقي عارفة إنها رحلة هتمشي فيها مش زرار هتدوسي عليه. حاجة تانية حابة أنصحِك بيها وأنتِ بتشتغلي على ميزانِك، اوعي تتكسفي من نقطة الضعف اللي عندِك. لو لقيتِ نفسِك ضعيفة في مهارات معينة أو سلوكيات وحاسة إن أنتِ ما بتتقدميش فيها، ما حدش مننا كامل من مجاميعه، كلنا فينا نواقص. كسوفِك من نفسِك ومن نقط ضعفِك مش هيوديكِ لحتة أحسن أبدًا، بالعكس ده هياخدِك لورا، لإنِّك غالبًا هتستخبي أو إنِّك هتبقي حساسة بزيادة في المواضيع دي، وده ممكن يأثر بالسلب عليكِ وعلى علاقاتِك من حواليكِ. آخر حاجة حابة أقول لِك عليها، خليكِ عارفة إن الميزان ده بيتحرك، الكفة دي والكفة دي كل شوية واحدة منهم هتتقل. لو في يوم حسيتِ إن كفة نقط الضعف هي اللي زادت عندِك ممكن تصابي بالإحباط لو أنتِ مش عارفة إن ده هيحصل. ممكن تحسي إن ما فيش فايدة وإن أنتِ عمرِك ما هتتقدمي. إحنا بنقع ولكن بناخد وقتنا ونشم نفسنا ننضف هدومنا ونقوم عادي جدًا ولا كأن حاجة حصلت، لأننا عارفين إن الكفة هترجّع تاني. تمرين النهارده هتجيبي ورقة وترسمي عليها ميزان، كَفّة هتكتبي فيها كل نقط القوة اللي أنتِ شايفاها فيكِ، اللي عايزة تعلّيها وتظهريها، والكَفّة التانية هتكتبي فيها نقط الضعف اللي عايزة تشتغلي عليها أو تتقبّليها. تقبُّلِك لنفسِك ونقط ضعفِك قبل قوتِك محطة مهمة من محطات رحلة التزكية.